السلام عليكم. يا صباح الفل والهنا، ويا صباح الرضا والسكون. النهاردة إن شاء الله أولى حلقات سلسلة إزاي أكون زوجة وأم رايقة. يمكن بتسألي نفسك، في أصلاً حاجة اسمها زوجة وأم رايقة؟ والله موجودة، ومش خيال، بس محتاجة منك نية واستعانة وخطوة. يعني إيه تبقي زوجة وأم رايقة؟ يعني عندك شغل ووراكي مهام، أطفال بيجروا، كركبة ملهاش نهاية، طبيخ وغسيل وكوي ونشر، ومسؤوليات زوجك واهتمامك بنفسك اللي دايماً بيتأجل، ومع ذلك من جواكي رايقة. يعني قلبك مطمئن، نفسك ساكنة، مش خايفة ولا متوترة ولا موجوعة، حاسة بنعم ربنا حتى لو اليوم مش مرتب، عارفة إنك وسط المهام الكتير عايشة نعمة وبتشكري ربنا على وجودها. أول خطوة النية. كل حاجة حلوة بتبدأ بنية، والنية دي مش لازم تكون ضخمة. يكفي إنك تقولي من قلبك: يا رب، أنا عايزة أتغير، عايزة أهدى، عايزة أحب بيتي وأولادي من غير ما أتعب. النية هي المفتاح الأول للراحة. تاني خطوة الاستعانة بالله. ولا خطوة في التغيير هتنجح من غير ما تستعيني بربنا. إياك نعبد وإياك نستعين. كل ما تحسي نفسك بتنهاري قولي: يا معين أعني. يا رب، نفسي أكون هادية، نفسي أبطل أزعق، أكون أم متزنة. لو بتدعي كده فأنتي ماشية في طريق التغيير، وده أجمل طريق. تالت خطوة خدي خطوة. النية حلوة والدعاء حلو، لكن من غير خطوة مش هنوصل. السيدة مريم لما كانت وحيدة رايحة تولد في صحراء، ربنا قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان يقدر ربنا يبعت لها الرطب في طبق؟ أكيد، بس لازم خطوة، ولازم هزة، ولازم سعي. زي سيدنا موسى، البحر قدامه وفرعون وراه، ورفع إيده وقال: يا رب، وربنا قال له: فاضرب بعصاك البحر. هو ربنا محتاج عصاية عشان يشق البحر؟ أكيد لأ، بس لازم خطوة منك، خطوة تتفتح لك بيها أبواب. المرونة سر الراحة. لو فضلتي متشددة مع نفسك في كل حاجة هتفضلي مشدودة ومتوترة. جربي فكرة جديدة، استقبلي أسلوب مختلف، اعملي حاجة عمرك ما جربتيها. مرنتي نفسك تفتحي مصحف وتحفظي؟ جربي، هتحسي بحلاوة ما تتوصفش. مسكتي كتاب وقريتي؟ هتعيشي في عوالم تانية من غير ما تتحركي من بيتك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. توقفي عن المقارنة. أكبر حاجة بتكسر السلام النفسي هي المقارنة. بلاش تقارني نفسك بفلانة، ولا بيتك ببيتها، ولا أولادك بأولادها. كل واحد فينا ليه ظروفه، ليه ابتلاءه وليه جماله. الرايقة هي اللي بتبص لنفسها وبتشكر وبتكمل. الحياة الهادية مش رفاهية، ده حقك. تستحقي تعيشي يومك من غير صوتك العالي طول الوقت. تستحقي تنامي مرتاحة من غير ندم على عصبيتك. تستحقي تبصي في المراية وتحسي إنك بخير، وإنك مش مقصرة، إنك بتحاولي، وده كفاية. خدي قرار إنك تبدأي التغيير. أنت تستحقي تبقي زوجة وأم رايقة، قلبها مطمئن، صوتها هادي، وعقلها صافي. الطريق مش سهل، بس البداية بسيطة. نية واستعانة وخطوة ومرونة ورضا تساوي ست لايقة. لو الحلقة دي خدت من قلبك حتة نور، اعملي لها لايك وشيريها مع أي حد بيحتاج يسمع الكلام ده، واكتبيلي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتحاولي تتغيري فيها السنة دي. استنوني في الحلقة الجاية من إزاي تكوني زوجة وأم رايقة، وما تنسيش تعملي متابعة وتفعلي الجرس علشان توصلك الجرعة اليومية من الراحة والسكينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.